تعرف إن ممكن أسرقك وآخد كل اللي في جيبك من غير ما تاخد بالك؟ ركز في كل اللي هقوله لأنك ممكن تتعرض للموقف ده. لايك ومتابعة ويلا نبتدي. السرقة دلوقتي ما بقتش عن طريق الهاكر ولا حتى خفة اليد زي زمان. الأسلوب الجديد دلوقتي المتبع عن طريق سحر اسمه أصحاب السماوي. أصحاب السماوي دول يا صديقي عبارة عن سحرة موجودين في العالم كله، يقدروا يدخلوا عليك أي مكان أنت فيه لوحدك أو حتى حواليك ناس. هقولك دلوقتي طريقتين هما بيستعملوهم. أول طريقة وهي ممكن يدخل عليك وأنت في الشارع، بيدخل عليك واحد منهم ويسألك عن أي حاجة وأنت طبعا بصفي نية بتجاوب عليه عادي. فجأة بقدرة قادر هتلاقي نفسك متمسمر وفي عالم تاني، وده لأنه بالفعل سحرك. ولو انت في مكان حواليك ناس، عايز اقولك انها كلها تعتقد انه صاحبك. الطريقة التانية بقى يا صديقي وهي انك لو شغال في مكان زي اللي بيحصل بالظبط في الفيديو ده. هنا لو تلاحظ ان البنت اللي واقفة في الكاشير متمسمرة حرفيا ما تتحركش نهائيا، والشاب عمال يقلب في المكان. وطبعا لولا كاميرات المراقبة كانت البنت دي لبست الفلوس اللي سرقها. وطبعا المعلم بعد ما خد الفلوس مشي عادي ومحدش اتكلم معاه في اي حاجة. وهنا بقى انا عايز اقولك ان اي حد هيشوف الفيديو